عسلامة. مانيش باش نطول عليكم. حبيت جوست نجاوب على الكلام اللي قالوا سي البحيري، اللي قال لي انا هارب، وهذا يمكن يدل على اني انا عامل حاجه. لا يا سي البحيري سيد الوزير، راني مانيش هارب. انا قلت في اكسبريس اف ام باش نسلم روحي، وبالفعل باش نسلم روحي. قلت الكلام هذا نهار السبت. تبقى من بعديك انا تقلقت شويه، جاوني دي كريز دو سبازموفيلي، سامحني تلهوجت شويه بالمفاجأة اللي عملته هذه، شدني شوية ردان. توا خذيت دواء وجاني طبيب والحمد لله لاباس. من بعد المحامي نتاعي قال لي عندك 3 ولا 4 أيام باش تسلم فيهم روحك. استغليت 3 4 أيام هذوما باش نظمت شوية أموري وأمور عائلتي، خاطر كيما تعرف سيادتك فكيتولي كل شيء، فكيتولي أملاكي أرزاقي فلوسي، ما عندي حتى مليم. فمع بعض الأصدقاء نظمت شوية أموري باش عائلتي تلقى كيفاش تاكل وتشرب. ما تخافش، غدوة صباح سيد الوزير باش تلقاني وين تحب تلقاني، في سجن المرنقية يقول. حبيت نقول زاد اللي أنا مظلوم على خاطر أولا محاكمتي في دائرة الاتهام تمت في 24 ساعة، رقم قياسي عمرها ما صارت، من غير ما المحامي متاعي ينجم يطلع على طلبات النيابة ولا على الملف، ولم ينجم حتى يرافع. مثلا المرافع متاعي المحامي متاعي أنا ما نجمش حتى يرافع عليا باش يدافع علي أنا. هذا حتى أكبر المجرمين سفاح نابل جابوا له محامي، والمحامي نجم نتكلم باش يدافع عليه. أنا تحرمت من حق الدفاع سيد الوزير، وزير العدل. حبيت نقول اللي أنا مظلوم على خاطر متهم حسب الفصل 96. فصل 96 اللي يحكي على الموظف أو شبه موظف اللي يستغل النفوذ نتاعو باش يضر بالإدارة، اللي باش يستخلص فايدة اللي هو ولا الغيره. أنا لاني موظف، لاني شبه موظف، فنعتبر شريك. لكن من الغريب وأني أنا كيفاش نعتبر شريك يعملوا بطاقة إيداع في أنا في السجن، والفاعل الأصلي اللي هو البي دي جي نتاع التلفزة، لي 5 بي دي جي نتاع التلفزة الخمسة يخليوهم بحالة صراحة. أنا مظلوم على خاطر في وسائل الإعلام برشا ناس تحكي على 120 مليار. شنو هي حكاية ال 120 مليار والرقم هذايا منين جاي وقت اللي الخبراء، الكلام اللي قاعد نقول فيه الكل معناتها فما اون انكيت والناس الكل تنجم تطلع عليها ونجم تشوفها. الخبراء اثبتوا انه رقم المعاملات الجملي في ال10 سنين الاخرى، شيفر دافير جلوبال نتاع كاكتوش في ال10 سنين الاخرى عمره ما وصل ل 120 مليار. فما تخواز اكسبرتيز، 3 اختبارات، واحدة تحكي على 7 مليارات، واحدة تحكي على 22 مليار. اللي يسمع المليارات هذه الكل عنده الحق باش يتفجع، عنده الحق باش يقول فلوس الشعب، عنده الحق باش يقول سامي فارس لازمه في الحبس. راهو هذه ماهيش فلوس خذيتها، راهي حكاية تقتل بالضحك، حكاية ضحك. لي سبوت اوتو برومو، مثال كي نقول انا سفيان شو يتعدى نهار لحد نعدي بعض لقطات من سفيان شو، كيف نقول الحق معاك باش يتعدى نهار الخميس ونعدي بعض لقطات من الحق معاك، كيف نقول نهار الاربعاء باش يتعدى عندي ما نقول لك، ونعدي بعض لقطات من عندي ما نقول لك، ونعدي لي سبوت هذوما يتعاملوا بطلب من التلفزه التونسيه، ويتعداو بالفعل في التلفزه التونسيه وقت البرامج نتاعي، وفي اوقات اخرى قبل لحد الرياضي وقبل برامج اخرى. هما هذا الكل حسبوه دو لا بوبليسيتي، ويحبوني ويعتبروه ضرر صار للتلفزه، ويحبوني نخلصوا 8 مليارات. اكل 7 مليارات اخرى جابوهم اكل الرولينج بار اللي تتعدى في برامج عندي، ما نقول لك البرامج الاجتماعيه اللي تتعدى، نقول ولا بيشتركوا في الكاستينج مثل في سفيان شو، كيف نعدي ارقام الهاتف ونعدي العنوان نتاع البريد ومتاع الرقم نتاع الفاكس. هما الانفلونساسيون هذيك حسبوها بوبليسيتي وفكتروا هذه ب7 مليارات، معناتها شيء من وراء العقل. حاجة واحدة أخرى قال لك الصفقات اللي عملتها أنا مع التلفزة الكل من اللي خلقت كلها باطلة، خاطرها لم تخضع إلى قانون الصفقات العمومية. كيفاش لم تخضع إلى قانون الصفقات العمومية؟ قال خاطر تعاملت بالتفاوض المباشر، وقت اللي ملي التلفزة تبيع، ملي خلقت التلفزة وهي تبيع بالتفاوض المباشر، عمره ما نهار تعمل أبيل دوفر البرنامج آخر قرار، ولا أبيل دوفر البرنامج الفلاني ولا العلاني، ما فما حتى برنامج شريته التلفزة ولا خذيته التلفزة وقبل ما تاخذه عملت عليه انا بال دوفر، معناتها اشكايه ما فيها لا راس لا ساس. بالرغم هذا انا غدوه باش نسلم روحي
وباش ندخل للسجن. هذا الكل اللي قاعد نحكي فيه يخصني أنا، يخص سامي فهمي. لكن توا باش نفتح قوس يخصكم انتم، يخصكم انتم على خاطر المكسب الوحيد اللي ربحناه بعد 14 جانفي الملموس بخلاف الشعارات والكلام الفارغ والكلام في الهواء هو حرية التعبير. حرية التعبير اللي عشناها وحاجة فعلا مارسناها واللي هي اليوم مهددة. الضغوطات اللي صارت على قناة التونسية شيء من وراء العقل، ضغوطات خطيرة برشا على خاطر قبل 14 جانفي كانوا يعملوا ضغوطات ببهمة، يهزوا التليفون الو ما تعديش الو قص. توا الضغوطات ولاو سي بوكو بلو فيسيو بوكو بلو سبتيل فينو اكثر برشا، يخوفوك بالسياسة، يقولوا لك رد بالك على خاطر الوضعية متاعك هشة، يقولوا لك شلزك فك عليك. وهذايا اخطر برشا. خاطر قبل كانت الامور واضحه، توا الامور لا، ولات كلي مسكيه شويه. واللي يقول واللي قالوا اللي عمرهم ما صارت ضغوطات على التونسيه، انا باش نعطيكم امثله اللي انتم تنجموا تثبتوها وحدكم. عندي لهنا سجلت بعض اللي نسميها هنا ضغوطات، ما عرفتش كان انتم تسميوها ضغوطات نعم ام لا. تصريحات وزير الصحه فيما يخص القلابس، تصريحات سي سليم بن حميدان فيما يخص القلابس، تصريحات سي حماد الجبالي وقت اللي قبل نقابه الصحفيين فيما يخص القلابس، الديوانه اللي هدت علينا واللي بعد اللي هدت علينا هدت على ليزانونسور نتاعنا المستشارين وركبت لهم الرعب وقالت لهم كيفاش تخدموا مع قناه التونسيه. المتصرفة القضائية اللي خدمت خدمة جبارة، اللي حافظت على مواطن الشغل وخلقت مواطن شغل أخرى وعملت شيفر دافير وردت كاكتوس شركة رابحة، واللي عملت البرامج اللي عملتها عملت نسب مشاهدة مرتفعة جدا. يحبوا يبدلوها، يحبوا يجيبوا في بلاصتها شخص يتدخل في الخط التحريري متاع المعدين والصحفيين والمنشطين. هذا الكل ماهوش ضغط، ما شنو الضغط. ومن غير ما نحكي على ايمان بحرون والتلفزه الوطنيه وعلى دار الصباح والتعيينات، هذه امور في بالكم بها. انا نكتفي واني نحكي لكم على شنو صار في التونسيه. وسي لطفي زيتون، سي لطفي زيتون اللي يقول عمره ما كلمني وانا اللي كلمته، هذا ماهوش صحيح. على خاطر صحيح عداهولي معز بن غربيه وقت اللي يكلمه من بحذايا وعبر لي على استيائه من العديد من البرامج كما التمساح. قال لي علاش عديتني فرد وقت انا وجوهر بن مبارك والرساله واضحه وفهمت ايش تقصد بها. والله انا لتوا راني فاهم ايش نقصد بها، ايش معناتها عديتك فرد وقت انت وجوهر بن مبارك. انا نقصد وانه الوحده الانترفونسيون نتاعك قصيره ومتاعه قصيره، عديناكم بزوز فرد حلقه مانيش فاهم شنو هي الرساله اللي تقصد فيها. وقت اللي سيدوت في زيتون يقول لي راهو الشيخ راشد الغنوشي هذاك بالنسبه لبرشا ناس حاجه نقولوا احنا كبيرة ما تتمسش، ما نجموش نلعبوا بها. راهو فما استياء كبير ياسر من قواعد النهضة ومن شباب النهضة كيف تمس بالشيخ راشد الغنوشي. ماهوش نوع من الضغط هذايا. ما نعرفش. سي لطفي زيتون قلت اللي انت ما اللي انا كلمتك وانت ما كلمتنيش، هذا مش صحيح. على خاطر هذيك كانت المكالمه، من بعديك انت عملت لي مكالمه واحده اخرى ما عندهاش برشا توا ومازالت مسجله على البورتابل نتاعي في زوز مناسبات، والصحفيين نجموا يتصلوا بزوجتي وياخذوا من عندها رقم الهاتف الجوال نتاعك. وقلت لي يا اخي شنو هي اللعبه اللي قاعد تلعب فيها مع الحكومه؟ اللي عملته انت في الحكومه ما عملتوش المعارضه في ما نعرفش قداش من شهر. اللعبه اللي قاعد نلعب فيها سيرت في زيتون اسمها لعبه حريه التعبير، لا أكثر ولا أقل. قالوا لي ولات فما حرية تعبير في تونس، قاعد نخدم بها، قاعد نستغل فيها، قاعد في بالي نجم نوصل بها، لكن للأسف يظهر لي طلعت غلط. فلذا نحب نتوجه للتونسية الكل ونقول لهم ردوا بالكم على المكسب الوحيد، على المكسب الملموس الوحيد اللي جاكم بعد 14 جانفي اللي هو حرية التعبير. بالنسبة للقناة التونسية، القناة التونسية ماهيش كان سامي فهري، قناة تونسية فيها رجال فيها نساء إن شاء الله يتمكنوا باش يواصلوا باش يعطيوكم برامج باهية. بالرغم نتصور أنا الأيامات الصعيبة اللي تستنى فيها، اللي تستنى في الأولاد الكل، أنا نقول لهم راني معمل عليكم باش إن شاء الله
تخليوه المولود الجديد البيبي الجديد التونسي مازال حي ويزيد يكبر ويزيد يتنعوش. للعباد اللي ساندتني والعباد اللي وقفت معايا نحب نشكرهم، وللعباد اللي في الختام العباد اللي وقفوا معايا في 13 اللي يزون ايتي ديسو نهار 13 جانفي باللي عملته انا. راني عملته انا، مش لازم نرجعوا لتفاصيل الموضوع كيفاش تمت الحكايه. انا عملته اللي عملته كله عملته بحسن نية. كان فما عباد تحت من عينها وظهرهم اللي انا خدعتهم. راني مانيش بالعاني، راني متأسف جدا لو كان انا جو فوزي ديسو، لكني حاولت نصلح بعد 14 جانفي بخدمة نظيفة، بخدمة بروفيسيونيل، بخدمة ما تمكنكمش باش تقولوا هاو سامي ولا مع فلان ولا هاو مع علان، هاو سامي يخدم في روحه مع الطرف الفلاني ولا هاو سامي يخدم مع الطرف الفلاني. حاولت أني نكون محايد، حاولت أني نخدم خدمة نظيفة، لكن للأسف يظهر لي ما نجحتش. أنا جو سوي فريمون تريست، أنا قلبي يوجعني بالحق وقت اللي نشوف كيفاش جون لوك دو لا رو وقت اللي مات معناتها عمل 2 ولا 3 برامج، كيف نرى القناة نتاعو في فرانس 2 كيفاش تحكي عليه وكيفاش كرموه. أنا ما نعرفش بالباهي ولا بالخايب، أما نتصور روحي خدمت المشهد الإعلامي التونسي بالكدا، خدمته بصدق، خدمته بحب، على خاطر نحب خدمتي وماني عامل مزية على حتى حد. خدمت بقليب، حطيت عقلي ودمي وروحي ومخي في خدمتي. نتصور اللي قدمت لكم برامج ضحكتكم، فرهدتكم، بكيتكم، عديتوا معايا برشا سوايع، والتكريم الوحيد اللي لقيته من طرف بلادي فكولي كل شيء، وباش يدخلوني الحبس، باش يكملوا يبعدوني على عائلتي للمدة ما نعرفش قداش باش دوم. أما مش مشكل، هذيك هي الدنيا، واحد يلزمو يقبلها، وإن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، وإن شاء الله ربي ينور الحق في الأمان.